احنا شعدنا بسوريا، احنا الان يتم حشد قواتنا الباسلة من 13 سنة، كل شوية ما عندنا شغل وعمل بس حشد قوات ويلا لسوريا، حشد قوات ويلا لسوريا، المنو دفاعا عن بشار الاسد. زين، الحرب هسه صار لها سنة وشهرين بالفلسطين، ليش ما تم حشد القوات على مود نروح لفلسطين؟ مو احنا ناس مجاهدين؟ مو احنا ناس قضيتنا الاولى هي القدس بدعم ايراني وبغطاء ايراني وبتسيد ايراني وهاي كل السوالف؟ ليش ما نروح لفلسطين؟ هذا السؤال الاول. حدود بشار الاسد زين اللي هي تبدا من دير الزور تقريبا الى الجولان، هاي كلها تحت سيطرتنا، مو احنا الشروقيه الشيعة تحت سيطرتنا، هاي مفتوحه قدامنا. اذا نطلع من بغداد هسه بحشدنا بقواتنا بسرايا قدس بسرايا اقصانا بما اعرف منو كلهن، هاي جمعهن يا نور عيوني واطلع بيهم من بغداد، انزل وين؟ بالجو، بالهاي شو اسمها الجولان المحتل من قبل الصهاينة. هذا الطريق لاكو بي دواعش ولا اكو بي معارضين ولا اكو بي اي شيء، ماكو بي غير بشار الاسد وجماعتنا. لماذا لم تأمرنا ايران بحشد قواتنا للذهاب والدفاع عن فلسطين؟ هاي القضية الأساسية. احنا ليش نروح لسوريا بالأساس؟ مو دا يقولوا لنا هاي دواعش وجهادهم جهاد كله نكاح وما أعرف شنو هاي السوالف، ما يدافعون عن فلسطين. احنا محور المقاومة، اسمنا المقاومين. ليش ما نروح بهاي الحدود المفتوحة من بغداد إلى الجولان المحاصر الآن المحتل؟ ليش يا نور عيوني ليش؟ طبعا هواي منكم الان راح يخونني ويقول والله العظيم انت مو شروقي، والله العظيم يابا اني شروقي غصبا عليك وغصبا عن كل واحد وشوارب كل واحد يقول لي ويخونني اي شيء، اي حكايه يقول لي اياها اني غصبا عليك من ذاك المكان. بس اني خل اقول لك شغله، انت وكل واحد طبعا يطلع لي هذني زعاطيط التيك توك مال علاء المهدوي المجاهدين وما اعرف شنو. اني اعرف هواي ناس من جماعتنا اوكي موجودين هنا كانوا بالحشد، وهاي اثنين من اصدقائي اغتصبوا سنيات، وكان شنو كان دا يقمز علينا. شي يقول يفيق يقول والله اغتصبتها وكانت عذراء، فتحتها واغتصبتها وقتلتها، مو احسن ما يصير مرت واحد داعشي؟ تخيل. واني طبعا كإنسان محدود الأفق ومحدود الفكر خلص أستمع هيك أقول خلص هاي بيئتنا، بعد إحنا مجاهدين، إحنا ندعم إيران. زين أني بعد 13 سنة لا شغل ولا عمل وبس نروح نحارب بشار الأسد ونحمي العلويين يابا إحنا الشيعة ما هم من ديننا أوكي، يعبدون علي يعني تقريبا مثلنا، يعبدون علي بن أبي طالب بس ما هم من ملتنا، هم بس مشكلتهم مع السنة، وهذا الشيء اللي وحدنا ويا بعض. أنا أريد أسأل سؤال الآن أي واحد عراقي شروقي، يعني شفت لك أنت بفد وقت بفد مكان واحد علوي جاي من سوريا دا يحارب الدواعش ويدافع عنه وعن نسواننا؟ ماكو. بس احنا بس نروح لهناك لسوريا ونشتل بهاي الناس على أساس إنهم دواعش وهم سوريين، ترى هم بس سنة. إيران تقول إنه إحنا مدافعين ومحور مقاومة، زين تمام ماكو مشكلة. إحنا شو وقت آخر مرة حاربنا الصهاينة إحنا كعراقيين؟ من زمن صدام إحنا كعراقيين آخر مرة حاربنا الصهاينة كانت بزمن صدام. زين هسه تقول لي والله حزب الله مدعوم من إيران، إيه زين إيش قد صار لحزب الله هسه بالحرب؟ أني أسألك سؤال جواب، إيش قد صار لحزب الله طابب للحرب هسه؟ شهر جاي يتفرج على المذابح اللي دا تصير بغزة، ومن بدت الحرب على حزب الله هاي هم جماعة لبنان كلهم ختلوا عافوا الأرض وراحوا. والله العظيم إذا إجا الإسرائيلي يحتل الجنوب، إذا ما كان أكو خطة مدبرة تمام إنه الإسرائيليين ينسحبوا وهاي السوالف مال القشمرة، إذا ما كان هاي الخطة موجودة كنت هسه لقيت الإسرائيليين محتلين كل الجنوب شلع قلع مال لبنان، بس انسحبوا خلص. هم كانوا يريدون تقليم أظافر هذا الحزب لمدة شهر واحد وبعد هاي هي. زين إذا إحنا كشيعة تابعين لإيران ومن ضمننا حزب الله نحارب الصهاينة، ليش عفنا غزة هسه مرة ثانية وسوينا وياهم سلام؟ سووا هسه الحزب الله سوى سلام مهم مرة ثانية ويا الصهاينة، ليش؟ هل توقف ذبح المدنيين في غزة؟ لا. هل توقف قصف المدنيين في غزة؟ لا. مو إحنا
نحارب الصهاينة وندعم اخواننا في غزة. علاء المهدوي، علاء المهدوي اللي حاط لأم المؤمنين، ويلا هاي هي بعد، ويزيد وهاي هي بعد. زين علم الناس أركان الإسلام، أركان الإيمان، بعد كل شيء ماكو، بس أم المؤمنين هاي هي كانت، وأركان الما أعرف شنو، ولا الخمس، ولا يابا. العالم ترى حديقتنا صارت غابة قسما بالله الكريم. حديقتنا احنا الشروقية هنا بالعراق، احنا تمشي بالشارع هنا من وراء ايران اسلاك الكهرباء مغطية السقف كله، السماء ما تشوفها، احنا عندنا الشمس ما تشوفها من اسلاك الكهرباء، ما عندنا شيء، دمرتنا ايران. وعلى مود القدس، زين هاي احنا سرايانا كلها، ليش ما تروح بالطريق الساري للقدس؟ ليش؟ لان احنا ما نحارب هاي شو اسمها اسرائيل، احنا نحارب السنه بس. احنا بس مهيئين لنحارب السنه. شهر واحد حزب الله ما قدر يوقف بوجه اسرائيل، ولكن 13 سنه حزب الله يحارب بالسنه بسوريا. 13 سنه. زين قنعوني انا يابا، قنعوني انا، ما افتهم، ما جاي افتهم شيء. قنعوني انه احنا الشيعة دا نحارب اسرائيل. هاي كل حروبنا ويا إسرائيل شهر شهرين. والله العظيم لو كانوا قادة حماس أمرهم يتبع الإيران لكانت وقفة الحرب ورا يوم بإسرائيل بغزة، ورا يوم كانت وقفة الحرب بغزة لو كان الأمر يتبع الإيران، ولكن مو تابع الإيران. لذلك قطر قالت الجماعة حماس عدهم، قالتهم يلا الله وياكم، الله وياكم، أنا إيش لي فايدة بيكم؟ كل شيء مستفيد بيكم من عندكم. ليش؟ لأن قرار حماس صار من جوه غزة، من الداخل. السنوار وجماعته قالوا لخالد مشعل واسماعيل هنية باي باي. ولذلك قرار حماس بالحرب منها فقط. لو كان بإيد إيران كانوا قالوا لهم تعالوا حاربوا السنة، تعالوا حاربوا السنة، يلا. لو بالعراق عدنا، لو بسوريا، اني ايش علي بسوريا هسه؟ اني عراقي، اني ايش علي بسوريا؟ ابو اسرائيل صار لك سنه قواد ابو اسرائيل. شنو هاي الملطلط؟ جاي تقول لي والله شنو، والله نستعد لنصرة زينب. والله كلهم السوريين، كل عمرهم السوريين جايين يحرسون مراقد السيدة زينب، واي مرقد شكو مرقد الآل البيت دا يحرسونه، وسنه كل العمر موجود. هاي هي، انا رحت لسوريا وشفتها بعد. بس انتوا قواويد الإيران، انتوا كذابين قواويد. والله العظيم ما بيكم واحد شريف. دمرتوا العراق ورحتوا لسوريا، دعمتوا هذا القواد بشار الأسد، وبعد ما أعرف منو، ودمرتوا لبنان بهذا القواد حزب الله. ايش سوى لبنان هذا؟ شنو فاد لبنان الآن هذا اللي اسمه حسن نصر الله؟ شنو فاد لبنان؟ مو على مود يحارب إسرائيل، ثاني يوم يسوي هدنة ويا إسرائيل، مثل يوم 2006 أسبوعين ما كمل القواد من القواد، ما كمل أسبوعين. واخر شيء كذبون علينا. طبعا هسه يجوني للبيت ويقولون شنو انت عار علينا، لو هسه يدزولي ما اعرف شو يدزولي، اني موجود ببغداد زين غصبا ما عليكم، واني بعد ما راح اسكت على سوالفكم القذرة هاي. شبابنا دا تروح تموت بسوريا وهم يقتلون اهل السنة بسوريا. هذا القواد البعثي مثل اي واحد ظلمنا احنا. هذا بشار الأسد البعثي مثل أي واحد ظلمنا، معتقلات وقتل وقصف وما أعرف شنو. آخر شيء إحنا بس عدنا دواعش. لا عمي، هذني ناس مثلنا مثلهم. الله يطيح حظك يا أبو إسرائيل، أنت وعلاء المهدوي وشكو كتكوت قاعد لي بالتيك توك قاعد ينبح ويكذب على العالم. حسبي الله ونعم الوكيل.